قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يأتي زمان على أمتي يذهب فيه الخشوع، ويأتي زمان على أمتي يكثر فيه موت الفجأة، ويأتي زمان تكثر فيه الزلازل، ويأتي زمان لا يسلم المسلم إلا على من يعرف، ويأتي زمان يكثر فيه الهرج أي القتل، ويأتي زمان على ناس يتباهون بالمعصية. قيل: متى يا رسول الله؟ قال: يحصل هذا في آخر الزمان، فإذا حدث فانتظروا قيام الساعة كأنه زماننا هذا. ولذلك نجد آباء وأمهات يهتمون بطعام ولباس الأبناء وينسون غرس القيم والأخلاق، ونجد موظفين لا يخلصون في أعمالهم بدعوى قلة الرواتب، ونسوا أن الله يبارك في الرزق الحلال ويمحق الحرام، ونجد شبابا وشابات يقضون الساعات الطوال مشيا ولهوا في الأسواق وغيرها ويتعبون في أول ركعة، ثم نجد شبابا وشابات يسمعون الأغاني بصدر الرحب، وإذا سمعوا كلام الله ضاقت صدورهم كأنهم يصعدون في السماء، ولم يعلموا أن الحلال لا يخالط حراما. ونذهب ونشتري ما لذ وطاب وقل وكثر وندفع بالمئات، وعندما نجد صندوقا للصدقة نبحث عن العملة المعدنية لنلقيها ونفتخر بسماع صوتها في قاع الصندوق، ثم نقوم بإعداد المنبه خوفا من التأخر على الدوام، وننسى مقابلة الله في صلاة الفجر، ونعلم أنه بإمكاننا أن نبرمج المنبه للصلاة والدوام. فلماذا نسب بعضنا ونتكلم في أعراض بعضنا ونسينا ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد؟ ولماذا نشكو من كثرة الحوادث ونسينا دعاء سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين ليعصمنا منها؟ ففينا رجال يرون زوجاتهم وبناتهم يلبسن ما يظهر مفاتنهن ولا يغارون، ولا تتحرك فيهم نخوة الرجال بدعوى أنهم متفهمون ومتحررون. ولذلك عزيزي المستمع، اعلم أن حين سقطت هيبة الأب في البيت وهيبة المعلم في المدرسة وهيبة الكبير في العائلة، سقط المجتمع جملة واحدة. فاستقيموا رحمنا الله وإياكم، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.